أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن حاجة كل الناس بتحلم بيها، وهي إنك إزاي تحقق أول مليون من غير ما يكون عندك أي رأس مال أولي. موضوعنا مش هيتكلم عن الأحلام والكلام الكبير، إحنا هنا هنتكلم عن خطوات عملية وقابلة للتطبيق فورا. يعني هتعرف إزاي تحدد مصاريفك، تبني مدخراتك، تستثمر صح وتطور من نفسك لزيادة دخلك، وكل ده بأسلوب يضمن لك إنك تمشي خطوة خطوة لحد ما تحقق أول مليون في حياتك. ركز معايا وحاول تطبق اللي هنتكلم فيه حرفيا، لأن الفرق بين اللي بيحققوا الثروة واللي لسه واقفين على البداية هو الالتزام بالخطوات الصحيحة. اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فلوسك تحت السيطرة. لو اول مرة تشوفنا فاحب اعرفك ان الحلقة دي واحدة من ضمن سلسلة ابني ثروتك اللي بنقدمها من خلال البرنامج، وتعالوا نشوف اول خطواتنا. الخطوة الأولى هي السيطرة على المصاريف. كتير منكم هيفكر إن دي حاجة سهلة، لكن صدقني دي الخطوة الأولى لتحقيق أول مليون. في دراسات كتيرة وأبحاث أثبتت إنك من خلال الخطوة دي تقدر فعلا إنك تبني ثروة. أول حاجة لازم تعملها هي إنك تعرف كل جنيه بيخرج من جيبك رايح فين. حط ورقة وقلم أو استخدم أي تطبيق وسجل كل مصروفاتك. الهدف هنا انك تحدد اولا المصاريف الاساسية زي الاكل والشرب والسكن والمواصلات وغيرها. ثانيا مصاريف الترفيه، ودي اللي ممكن انك تقدر تستغنى عنها بسهولة، ودي اللي انت بنفسك ادرى بيها من اي حد تاني. القاعدة الذهبية هنا هي انك مش هتقدر تزود رأس المال إلا لما تبدأ تتحكم في مصروفك. يعني قبل ما تحلم بالاستثمار وتحقيق ثروة، اعرف مين وإيه اللي بيستهلك فلوسك دلوقتي. الخطوة التانية بناء مدخرات استثنائية. بعد ما سيطرت على مصاريفك ركز على المدخرات. هتستخدم قاعدة بسيطة لكنها مهمة جدا، وهي قاعدة 50-30-20. 50% لضرورياتك وأساسياتك، 30% للترفيه، و20% للادخار والاستثمار. ولو انت جد فعلا ممكن تعكس، يعني ممكن تخلي 30% للادخار والاستثمار وتخلي 20% للرغبات وللترفيه. والقاعدة دي كنا شرحناها بالتفصيل في الحلقات اللي فاتت. بعد ما قسمت دخلك صح هتبدأ أولا بصندوق طوارئ يكفيك مثلا من 3 ل 6 شهور من مصاريفك الأساسية، وده مهم علشان أي ظرف مفاجئ ما يخليكش تهد خطتك المالية. وفي حلقة كاملة شرحنا فيها بالتفصيل ازاي تبني صندوق طوارئ خطوة خطوة مهما كانت ظروفك. هتظهر قدامك دلوقتي وهتلاقوا لينك الحلقة في صندوق الوصف. يعني الأساس إن صندوق الطوارئ قبل أي استثمار، ده هيبقى خط الدفاع الأول ليك ولاستثماراتك. بعد كده أي فلوس إضافية ابدأ حولها للادخار والاستثمار فورا. الخطوة التالتة بقى هي الاستثمار الذكي، وهنا هتبدأ فلوسك تشتغل بدل ما تقعد ساكت. استثمر أولا بشكل صغير ومتدرج في الأسهم أو صناديق الاستثمار، أو في مشروع صغير تحبه وتعرف تديره صح. وهنا لازم يكون عندك مبدأ، وهو إنك تحط فلوسك تشتغل وتكبر بدل ما تسيبها في البنك بس. وده لأننا مش بنتكلم أساسا عن الادخار في البنوك، لأننا عايزين نبدأ نحقق ثروة، وتحقيق الثروة دي ليها خطوات وليها أسس تانية خالص. ابدأ باستثمارات خاصة بيك انت، حتى لو بدأت بمبالغ بسيطة وصغيرة. الاستمرارية مع الوقت هتفرق معاك جدا. وعشان اوضح لك اكتر، احنا هنا مش بنتكلم عن انك تدخر شوية فلوس في البنك، لا، احنا هنا بنتكلم عن فرص استثمارية هتزود فلوسك وثروتك يوم بعد يوم، ودي ليها طرق تانية وحسابات تانية ومعادلات تانية. هنتكلم بالتفصيل ان شاء الله عن النقطة دي بالذات في الحلقة الجاية. ما تنساش بقى تفعل الجرس علشان يوصلك الاشعار بتاعها. الخطوة الرابعة هي تطوير مهاراتك ومصادرك. الثروة هنا مش بس فلوس وخلاص، لكن دي كمان مهارات وفرص. كل ما اتعلمت اكتر كل ما زادت فرصك انك تحقق دخل اكتر واكتر واكتر. ممكن تتعلم مهارات جديدة،
تحضر كورسات أو تتابع خبراء في مجالك. ولازم تقرأ كتير قوي. اقرأ في مجالك والمجالات المتعلقة بمجالك. أقوى وأفضل استثمار هو الاستثمار في نفسك، لأنك لما بتطور نفسك ومن مهاراتك بتفتح مجالات تانية لفرص أحسن وأفضل في الاستثمارات وتحقيق الدخل والثروة، وده بيحقق لك أعلى عائد في نفسك سواء مادي أو غير مادي على المدى الطويل. الخطوة الخامسة هي الصبر والانضباط المالي. آخر خطوة وربنا يبارك فيها هي الصبر والانضباط. الثروة مش بتيجي في يوم وليلة، لازم تلتزم بخطتك وتحافظ على عاداتك المالية وتفكر تفكير طويل المدى. نصيحتي خلي عندك رؤية واضحة وأهداف واقعية ومتابعة مستمرة لخطتك المالية. خلاصة الكلام: سيطر على مصاريفك، ابني مدخراتك، استثمر صح، طور من نفسك، وحافظ على الانضباط المالي. اتبع الخطوات دي صح وهتلاقي نفسك ماشي خطوة خطوة لحد أول مليون. وعلى فكرة ده مش كلامي، دي خلاصة أبحاث وتجارب كتيرة قوي، مش عايز أوجع دماغك بيها، لكن أنا جبتلك الخلاصة. في الحلقة الجاية هنتكلم عن أسرار استثمار مبتكرة هتضاعف أموالك بسرعة، فخليك جاهز تطبق وتضاعف خطواتك نحو الثروة. وما تنساش تفعل الجرس علشان توصلك كل الإشعارات أول بأول. كان معاكم أحمد مبروك من برنامج فلوسك تحت السيطرة. أشوفكم على خير وإلى اللقاء.